صباح الفل. تعالوا النهارده بقى لما نعمل كفتة المشوية بطريقة بسيطة جدا جدا، مع شوية طحينة كده وشوية سلطة الحاتي كده. أكلة بصراحة كده الأقرب إلى قلبي، سهلة وسريعة واقتصادية كده، وطعمها في حتة تانية خالص. لايك وشير وكومنت حلو زيكم. أول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. يتفضل يا جماعة إن تكون نسبة الدسم بتاعتها عالية، أو تحطي مثلا معلقتين ليا. معايا بصلاية متوسطة وطماطمية ونص قرن فلفل أحمر. هضربهم كويس جدا جدا في الكبة بتاعتي، أنعمهم خالص خالص. وهنا هجيب مصفى وتحتيها طبق، واصفي بقى البصل والطماطم اللي احنا ضربناه كويس جدا جدا. انا عايزه التفل بس، مش عايزه ميه خالص. اوعي ترمي الميه عشان هقولك دلوقتي هنعمل بيها ايه. اصفيها كده اهوت واضغط عليها كويس جدا جدا. وكمان لو عايزه تتاكدي ان هي صفت قوي، ممكن ترش رشه ملح ولا حاجه بتنزلك الميه خالص. وبعد كده هاخد التفل بتاع الحاجات اللي احنا ضربناها، حاططها كده اهوت على طول على اللحمه المفرومه. نبدا نحيق بنص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، بصراحه بيخلي التست عالي. لو مش متوفر عندك مفيش مشكله. نص معلقه ملح فلفل اسود وكمون، وربع معلقه من البابريكا. وبعد كده هحط معلقه هرميه كده مليانه من الدقيق، ومعلقه زيها كده من النشا. بيخلوا التماسك بتاع الكفته بتاعك حلو جدا وما تفكش منك ان شاء الله. بعد كده خلصنا كل حاجتنا. ادعاكي بقى، عايزه اقول لك ادعاكي هنا لغايه لما اللحمه بتاعتك تعمل شعيرات كده، عشان دي سر الخلطه اصلا بتاعت الكفته. تمام. ممكن تحطيها في الكبه وتضربيها ضربه كده معاكي، هتسهل معاكي كويس جدا جدا. الم كل حاجه كده اهوت. وبصراحه انا قفلت الكاميرا بقى كده وقعدت ادعكها كده لغايه لما قالت يا ودني. مش قادره اقول لكم، لازم ده سر يا جماعه من اسرار هي ما تفكش منك خالص. ده كل ده بيرجع طبعا لان انت بتدعكيها كويس قوي قوي. عملت شعيرات زي ما انتم شايفين. هنريحها بس 10 دقايق ولا حاجه. وبعد كده هجيب كده بقى اي عصايه خشب. تمام. عندي دي بصراحه العصايه اللي هي الادخن من الشيش طاووق. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت، صبعتها كويس جدا جدا. لازم تعرفي وتتاكدي بايدك كده ان العصايه في النص بالظبط كده، وتدعكيها كويس جدا. بصوا زي ما انتم، زي ما انا ما بعمل كده، اضغطي عليها كويس قوي قوي عشان تبقى متماسكه معاكي. اعملي اي شكل كده اهوت بايدك زي ما انت شايفه. بس الصباع ده حسيت ان هو طويل شويه فقطعت منه حته. تمام. والصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين دهنتها دهنه كده بسيطه من الزيت، وحطيت الكفته بتاعتي كده اهوت على طول ما شاء الله. ادي صباع تاني اهوت. لازم يا بنات تتاكدي ان العصايه في النص بالظبط، عشان خاطر ما تبقاش في حته تخينه وحته رفيعه. خلصت كل الكميه اللي معايا بنفس ذات الطريقه. ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. النص كيلو من اللحمه المفرومه عمل لي كميه حلوه جدا ما شاء الله. كفت ووفت، واحنا ما شاء الله عددنا 5. تمام. خلصت بقى الكميه زي ما انتم شايفين حلوه جدا. لو ما عندكيش العصايه دي متوفره، ممكن تعملي مثلا باللي هو اللي احنا بنسن بيه، مثلا السكينه، بالشوايه، اي حاجه اي حاجه تكون ان هي تعمل لك فتحه بس كده في النص، عشان تبقى ايه، تخلي الكفته بتاعتك كده تبقى ايه، فيها نفس كده. تمام. مكونات السلطه بتاعتنا سلطه الحاتي التحفه زي ما انتم شايفين، ده المكونات المتوفره عندي. هقسم الخياره نصين وهبدا اقطع كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهوت. والطماطميه برده على 4. كل سلطه الحاتي يا جماعه بيبقى الحاجات بتاعتها والقطع بتاعتها كبيره كده، عشان دي بتتغمس بالعيش، بتتاكل كده بالمعلقه، بس لازم يكون كل حاجه فيها كبيره. نص قرن فلفل سبايسي بيعلي التست جدا جدا، والقرن فلفل العادي كده اهوت زي ما انتم شايفين. اخلص كل المكونات وبعد كده اقول لكم احنا حاطين توابل ايه. اخر حاجه هضيفها معايا طبعا البصلايه، ودي اساسي. تحطي بصلايه حلوه كبيره كده، بصراحه بتخلي طعمها وريحتها تحفه تحفه تحفه. واوعي تنسي فصين الثوم، بس انا هحطهم في الاخر. ليمونه بقى كده اهوت زي ما انتم شايفين. ونبدا بقى نحيق بملح وفلفل وكمون ومعلقتين من الخل. وهملي الطبق ده لغايه اخره كده ميه. وفاكرين البصل وميه الفلفل اللي انا كنت شايلاها، انا هحطها. وبديل يا جماعه البصل ده هتحطي تبشري طماطمايه بتديكي اللون الاحمر بقى بتاع السلطه الخطير اللي احنا عارفينه. تمام. زي ما انتم شايفين. اخر حاجه هضيفها معايا ربع معلقه من البابريكا، بيخلي اللون بتاعها احمر قوي، وبطعمها بجد بيبقى تحفه. هزود شويه ميه كمان زي ما انتم شايفين كده اهوت. خطيره خطيره. اخر حاجه معايا فصين الثوم. وطبعا اوعي تنسي البقدونس زي ما انا ما عملت. انا نسيت البقدونس بس الحمد لله لحقت نفسي وحطيته في الاخر. تمام. لانه بصراحه من اساسيات كفته الحاتي البقدونس طبعا يا جماعه، لا كلام. ضفت البقدونس وهبدا بقى اسمي الله واحطها كده في التلاجة تسقع معايا شويه كده. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. طب ما فيش يسلم ايدك كده ولا لايك ولا شير ولا اي حاجه، ما فيش اي مشكله. طب صلي على النبي في كومنت كده، ده اللي هيشفع فيا وفيك يا بنت الحلال. اهم حاجه كوبايه الميه دي، ميه السلطه في الكوبايه دي العشق بجد. يا نهار ابيض على جمالها وحلاوتها. وان شاء الله لما تجربيها تقولي رايك فيها ايه. اهم من الشغل تظبيط الشغل، نعمل بقى شويه طحينه كده متدلعين. والله العظيم يا جماعه انا لسه فاتحه البرطمان ده حالا.
بس مش عارفه لقيت الطحينه مجمده قوي كده ليه. المهم شلت الغطا خالص كده وقمت ايه منزله الزيت بقى اللي كان نازل في الاول. حطيت معلقه واحده من الخل وشويه من الميه، وحط ضيف الخل والميه معاكي على طول عشان الطحينه بتاعتك ما تكلكعش معاكي ولا حاجه. خلصتها وفككتها ما شاء الله اللهم بارك، خطيره خطيره خطيره. ملح وفلفل وكمون، عايزاها سبايسي حط شويه شطه. ومعايا بعد كده ليمونه. معايا اخر حاجه فص من التوم هقطعه كده هوت على طول. عايزه تدقيه مفيش اي مشكله خالص. حطينا كل حاجتنا، نحط بقى التاتش بتاعنا واللمسه الاخيره. قلبنا تقليبه حلوه، نحط بقى كده هو للتزيين يعني شرايحه مثلا من الليمون كده في النص، شويه بقدونس من على الوش، اي حاجه، شويه زيت زيتون مثلا لو انت بتحبي زيت زيتون فيها، اي حاجه حطيها من ايديك هتبقى والله زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديك. خلصنا الطحينه وما شاء الله السلطه بتاعتنا خلاص جاهزه، والكفته كمان طلعت من الفرن كده وحطيناها في طبق. يا نهار ابيض على هذا الجمال وهذه الحلاوه. شايفين الجمال والاكل كده يفتح النفس ما شاء الله اللهم بارك. عيش بقى كده هوت بصراحه انا بحب دايما مع الكفته اكل عيش شامي، مش عارفه انا لوحدي اللي كده ولا كل الناس كده. نجيب بقى كده هوت صباع الكفته بتاعنا المتين مع شويه سلطه طحينه مع معلقه كمان سلطه كده يا باشا بقى كده، ولفي وكلي وادعيلي. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. لايك وشير لو الفيديو عجبكم ان شاء الله. فضل